مش هتتخيلوا رد فعل الفنان تامر حسني بعد ما ظهرت طليقته بسمة بوسيل بصور جديدة مع حبيبها الجديد، وهي مرتدية فستان جريء لفت الأنظار بشدة. الصور انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا وأثارت موجة كبيرة من الجدل، والكل بدأ يتساءل: يا ترى تامر حسني اتأثر إزاي؟ من وقت طلاقها من تامر، بسمة بقت حديث الناس في كل ظهور، مرة في مهرجان، مرة في حفلة، وفي كل مرة تطلع بشكل أجرأ من اللي قبله، لحد ما بقت دايما ترند على مواقع التواصل. لكن ده بيعرضها لهجوم قاسي جدا، خصوصا لما بتجمع بين الحجاب وفستان مكشوف. ساعتها الجمهور بيتهمها إنها بتحاول تستفزهم أو تثير الجدل. آخر ظهور ليها كان الأجرأ، مش بس بسبب الفستان، لكن كمان لأنها ظهرت مع شاب واعتبروا البعض إنه حبيبها الجديد. ومن هنا بدأت الأسئلة تدور حوالين موقف تامر حسني. هل لسه عنده غيرة؟ وهل ممكن يتدخل في حياتها بعد الطلاق؟ الحقيقة إن تامر اتعامل مع الموقف بعقلانية، وشاف إن بسمة أم أولاده وحياتها دلوقتي ملك ليها هي بس، وإنه ما يقدرش يفرض عليها حاجة أو يلومها على تصرفاتها. لكن المفاجأة إن رغم كل ده قرر يعمل لها بلوك على إنستجرام بعد الصور الأخيرة. والخطوة دي فجرت صدمة كبيرة بين المتابعين، وخلت الكل يتكلم عن رد